شم النسيم. نحط الحمرا الاول ولا احط البيضه الاول وبعد كده ادي الحمرا عشان تلقط اللون؟ انت حمرة ايه؟ بتبيضي اوضه. ايه انت بتعملي ايه؟ اصل هي ودنها وجعاها، فانا طلعت القطرات القديمه اللي عندي كلها وقلت اعمل لها تشكيله في ودنها. تشكيلة؟ اه انا من فأنا امبارح معايا البتاع شايفاكي، ده عشان ده قبل صداع. انا شايفاكي من امبارح عمالة تحط لها في قطرات، بتحط لها ايه؟ انا معايا واحده بيضه عاملة- وواحده حمرا، كان في امبارح واحده صفرا حطيت لها من الاصفر امبارح. عامله دكان نقاشه في ودني. يا بنتي اللي احنا البيضة دي اللي تحطيها لها دي اللي لو في وسخة ولا حاجة، الحمرة دي في الاخر خالص. الحمرا دي اول لا والله حاجه حبه من هنا على حبه من هنا وكانت زي الفل امبارح ونام. انت بتعملي فرح في ودنها. بتقول لك هنحط الابيض بعدين بص، الاحمر عشان يلقط. نحط الابيض دلوقتي ونقعد دقيقه كده ونحط خلاص لا لسه والله ما نزل. تشبعش، والله هو قال لي ما تشبعش لازم والله. يخر. والله نزل. ارحميها يا بنتي ارحميها. والله بصي ودني كتمت. كتمت؟ لا كده يبقى هو كان يا بيشتغل. بنتي دي بتوجعها، دي بتوجعها، واصلا في المستشفى قالوا لك بتاعتك ما حدش تاني يستعملها. معلش ما انا لا هي ما حطتليش من بتاعتها بس. امال ايه؟ دي من بتاعتك ومن بتاعتها ومن بتاعت الجيران. اساسا دول مده صلاحيتهم انتهت. مين قال لك كده؟ هم قالوا بقى، لا، لا. احنا بقالنا اكتر من سنه. ليه دي امبارح يا عيني كانت مش قادره، اول ما حطيتهم لها غسل وانغسل. مين قال لك انه عسل واتغسل؟ انا طول الليل عماله اقول اه وانت نايمه ولا حاسه. ما بس انا الصبح لقيتك نايمه اسكتي. اه بس يا بنتي حرام عليك. تقول لي احط الابيض. انا لا البت من امبارح رايحه جايه الاقيكي منيماه على رقبه رجلي حاطه على رجلك وبتقطري لها. وانا تعبانه مش عارفه اسالك انت بتعملي ما ايه؟ يبقاش عندي اشكال والوان واستخسر فيها يعني اختي مهما وانت نايمه لها كده؟ بعمل ايه طيب؟ بقى دكتوره يعني انا نايمه عشان خليكي لسه. ستي أوي. خليكي يا بنتي سيبي البيت انا قاعده لها عشان دكتوره. يا لا بنتي ما دي تحطيش بتتعالج. تاني. يا والله بنتي مش هحط، ما تخافيش. يا بنتي ما ينفعش كذا قطره ورا دي بعض. ناقص. لا 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 مش هحط بس يعني دي ناقص تقول لي هاتي زيت اسخنه واحطه في ودني. والله العظيم كانت ستك الله يرحمها بتعمل كده بيبقى زي العسل. حمرت لك ودنك عماله تشد فيها. قومي يا بنت. وامبارح حطت لي القطره الحمراء تقول لي اعدلي رقبتك مش هتقع. اعمل رقبتي كده الاقي سرب الناس. ايه ده يا الضعف؟ عشان نحط لساني الناحيه التانيه. يا ستي الناحيه التانيه مين؟ هو هنا نشف عشان الناحيه التانيه اعملها. ما شافش. والله عارفه على ساعه بالكتير بس بقيت تسمعي دبه النمله. انا قلت لك ان انا طرشه. قلت لك ان انا ما بصنعش. انا وجعاني حاسه فيهم حاجات بتعمل كده. بس هو من قدامي. تاخدي 100 جنيه؟ ستي انا سامعه والله العظيم. بس امبارح بقى امي حطت لها من الصفر حطت لي وبعد كده رحت مديها من لا اللحم. دي مروقه عليكي. اصل مش هستخسر فيها دي بقى. اوعي بتبقى تكون الصفرة دي بتاعت المناخير. لا لا يا شيخه مش الدرجات يعني. ولا قطرة العين بتاعتي. لا 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 ما تقلقيش والله. هي الصفرة وكان لقيت بقى واحده ثانيه الصبح وانا بطلع الهدوم. قلب امك يا بنتي وجايه على الامتحانات. بعمل كده اهو بحس ان السخونيه لقيت واحده ثانيه بقى الصبح قلت حلوه دي ابقى اشكل لها منها تاني بالليل. تشكلي لها. ايوه تمن فلسفه وربع علم نفس. هتبقى الناحيه الثانيه. يا حبيبتي ما انت حشيتي دي لسه لو عملت كده اصل هيقع. لسه معانا الودن الثانيه ومعانا لسه الاحمر عايزين نحطه. هنلحق. يا بنتي الاحمر ايه ما تحطلهاش منه. ليه الالتهابات ده هنا؟ يا بنتي انت نسيتي لما كنت باخدك المستشفى قعدتك كام شهر بيتمشى على البيضه دي في الاخر خالص لما ما رقتيش راح مدينا الحمرا دي بتاعت الالتهابات. انا عايزه انشف لها الدنيا على طول. يا وانا نشفي. بقول عشان تنشفيها. دي بتاعت الالتهابات. يبقى احنا ما نحطش من البيضه ونحط الالتهابات على طول. انت قررتي يعني عندها انت ايه؟ خلاص لقيتي ان انا عندي التهابات باذن الله. باذن الله. تخلصي بس الامتحانات الشهر بتاعتك دي وهاخدك واكشف. جايه في حاسبة تكسري لي صدقيني النضارة. مش مستاهله تروحي والله السبع بنات يا ستي لو ما انا ياما رحت بيكي. استني بس اسبوع ما رقتش هروح رشقلها حته فتيل في ودنها سهل. هجيب حته الشاش واروح حاطها في حته فيزيك ورشقها لها في ودنها. اسبوع ما تجيبش فيها ميه. بقيتي خبره. وننقط كل يوم نقطتين حمراء ونقطتين بيضاء وتبقى زي الفل على اخر يا الاسبوع. لا فاكره ايام الفتيل دي ما انا بقول استلمها امتى يا اسطى؟ كانت كل اسبوع نروح اروح اغير فتيل. المستشفى يشيلوا لها هستلم فتيل المكنه دي امتى يا اسطى؟ ويحطوا لها باذن فتيل. الله اسبوعين باذن الله واسلمها لك فابريكا. اشطر صنايعي في اسبوعين. انا لو عملت كده هيقع. صدقيني مش هيقع والله هيقع. والله ما هيقع. والله العظيم. بصي بصي بيجيب الاحمر اللي جوه هو ده الشغل بقى. بيجيب القديم وينزل.
الله عليك يا الودانات دي اوعي تحطيها في ودنك. يا ماما حاسه عارفه زي ما يكون نمله في ودنك من مناخيرك كده. ايوه دي بقى التهاب عماله بصي بياكل بقى ما تخافيش. ايوه اساليها يا خالد. فاكره الراجل اللي كان خارج بالنسبه بصي لي في ودني كده. طب انت كنت قاعد تحت ايديها وهي بتحط لي. بتحط له الفجيل قصادنا وخارج يقول لي ايه؟ شوف بصي لي في ودني كده فيها ايه؟ شيل الشنطه دي مش عارفه. خلاص يا بنتي خلاص يا بنتي قومي من تحت ايديه. هي فرحانه. انا وداني الاثنين يا ماما. بتحس بالراحه لما بحط لها. خلاص يا شهد. لا هدي اعصابك كده. ما بتحطش بكميات عاديه دي بتحشي. والله عمري ما استخسر فيك. ده مش استخسار ده. كده احنا خلصنا من الابيض. النهارده هنكتفي بالابيض والاحمر بس. بكره بقى هروح حاطلك من الاصفر والباقي والبيضه التانيه. والبيضه. ده اصفر وبيضه. على فكره الحمرا دي كانت بتديها لك وهي حاطه لك فتيل. بس بقول لك ايه، دي اللي نهت في الاخر. بالفتيل منعت عنك الهواء والتراب. بقى اللي نهت فعلا اللي انا جبتها. هاتي حته الفانيلا من جوه قطعت. خليها تسد لك بقى ودنك. اللي نهت بقى كان فيه بس مش فاكره فين. هنكت الدنيا عليه. دي بقى كنت تحطيها تحس بنار في زورك في ودنك بس هي بتنزل حرقان في زورك. دي اللي كوت لي الدنيا. كوتها لك يعني؟ امانه. بصي والله بتحسي بايه بقى؟ حاجه بتعمل كده. بتحسي بحاجه بتفور كده. وكمان اكلنا فينا الشر يا رب. لا حسيت بتجيب الالفاظ دي جايه من عند منجد. بتجيب الفاظ زي ما نمت شباب بتقول لك ايه؟ عايزه تقول لك رجلي بتوجعني. تقول لك كلاب بتجيب مصطلحات ما اعرفش من جوه. بصي ده نوع برضه. يا لهوي يا شهد انت مش ما تجيش تستخلصي خبراتك كدكتوره فيا. هي حطت لي من ده الاصفر. اصفر واحمر وابيض واهو الثلاثه دول هتولع كده بقى. احنا معانا 5. طب سيبي احنا عايزينك تتعلمي فيها بس بعد ما تمتحني. كده احنا معانا 5. يا والله احنا مصدقين ان انت دكتوره بس مش كده. بس مش فكره دكتوره ولا مريضه. ألبومك يا بنتي ألبومك. في نوع تاني بقى. اهدي يا لو دي طلع لي 5 في ايدي. اهدي الله يهديك. الله في يهديك. بقى نوع تاني الدكتور. في تاني. الدكتور كان بيعتبرها لي دكتوره عقر. هي دي. انت رخرة. هي قعدت معايا. يخرب بيت الجامعات اللي بتروحوها. جامعات ايه بقى خلاص. هي قعدت معايا فتره باين. وبعدين البشنجان ده كنت لسه هقول لك يا ماما. يعني انت شايفاني 24 ساعه نايمه على حجرها. جايب لنا بتنجان. لا ده كمان بتنجان غير اي بتنجان. بس ده شو افكر اعمل فيه ايه؟ الولايه ثابت عليا الدتون. ثابت عليك. والنبي لا تاخدي والنبي لا تاخدي. خدت ماشيه طول الطريق ولا ينفع محشي ده مش بتنجان ولا ينفع اي حاجه. لو النهارده بتكلمني وانا في الشغل بقول لها اعمل لكم انا جايبه بتنجان ابيض عندكم مسقعه. بتنجان ابيض مسقعه. بص ايديكي. لا هو يا ولاد هو اللون انت مالك ومال اللون هو في الاخر ايه؟ والنفس هتجيب تاكله منين؟ بقول لك ما تسيبكي من الشكل. سيبيكي من الشكل. طب والله ما انا هقشره هيبقى في الاخر البتنجان عادي. انا غلطانه. انا لو كنت عملته كنتش هتعرفي. ليه يا مبيمه يا ماما؟ هتحطي من الاحمر دلوقتي. والله ما كنت هتعرفي. لو يلا والله يا بنتي لو كنت عملته ما كنت هتعرفي. ما تقوليش والله بس ياما ليه يعني؟ يا بنتي لا هو ما تمليها. انت اللي عايزه كده. قومي يا بنت. طب استني يا بنت بتتعلم فيك. طب استني. لا والله ابدا ما تقوليهاش والله كده. بتتعلم فيك يا يا بنت. قومي يا ماما عشان ودني يا وجعاني. بنت هتتعب اكتر. الدكتور ما قالش كده والله. يا بنت قومي. اقسم بالله ما انت عارفه. يا بنت قومي بجد. بتتعلم فيك. دي بقى هتخلص من الاخر. خلاص يا وبيحطوا نقطه ما بيضربوش كده. يا ماما دي بتملى نزل ولا انا مش واخده بالي؟ بتملى البجره. نزل. دي بقى اصفر شفاف غير التاني. خليكي اقول لك يا ماما، هتبوظ. عارفه انت بيبقى لحد الطبله. هي بتملى لحد الطبله. مش بتكتفي بنقطه يعني وخلاص. شهود مر بكل ده. شهود مر بكل ده والله. انت حره بقى يا مريم. انت اللي عايزه كده. لا ما تخوفيش البيت. ودني انا محتاجه اسمع دروس والله. قاعده المدرسين مش نافعه. انا دلوقتي فهمت. ايه؟ انا لقيتها الفتره اللي فاتت دي كل ما اخرج الاقيها حاطه الهاند فري في ودنها. بعمل ايه بالهاند فري في ودني؟ الهاند فريك هو اللي عامل فيها كده. هاند فريك. بعمل بيه الهاند فريك.
هو اللي اثر. انا مالي بقى بتعملي بيه ايه؟ المهم بسمع عليه صح فلوس. هو اللي تعبك. ده هي مره والله ما هي برضو كان اللي ده مش مرة، ده انت بقالك اكتر من هي اسبوع. برضو اللي كان تعبها الهاند فري ده. انا زهقت منكم والله. انا تعبت. التابلت يا ماما صوته واطي. خليكوا عايشين مع الاغاني والحاجات اغاني والله والهاند فري. ازاي وبعد كده انت قصدك مش جملتي الحافظه؟ ايوه بقى بعد ما قالش الهاند فري بتحطوا صلاح الداني. انا بقول اهو، هي مش جملتين يا بتذاكر بالهاند فري. والله بسمع دروس وربنا على اليوتيوب. طب ما تسمعيها كده. ما التابلت عندناش صوته واطي. ما عندناش اطفال يعني التابلت صوته هتضايق واطي. والله. احنا هنحاول نعالج. خليكي بقى مسلمه لها ودنك. اه ممكن اعمل لكم واقسم الواحده 2 بس ده يا لهوي ما بحبش انا الكبير الله ده. يمسيها بالخير اللي كانت بتقسمه اتنين. مش قادرة الله تجيب يرحمها. عرض بقى. طب ايه يا ماما اصلا؟ خلاص هعمل لكم تعالي مسقعه. نقط، تعالي نقط. انا طب هو اخليه لكم الحاجات دي تسلقيه وخلليه. يعني تكليم خلل ومش عايزه تكليم مسقعه. يا ستي ما تكونيش مسقعه، لا طب والله ده هيبقى عسل زي عسل الزبده. والله هو عسل عشان بايدك، بس انا مش عايزه. ده زبده ما في تنتي والله. بس. الست انا واقفه بشتري خيار. انا هحكي لك. أيوة. انا واقفه بشتري صلي على خيار. اللي يشفع فيكي. بشتري خيار. راحت ايه خدي بتنجان. قلت لها لا ما ينفعش. قلت اي حد يقول خدي حاجات تاخديها. ست غلبانه قاعده كده في لا، الارض. ده كده انت غلبانة. مش انا بقول لك نفعي الناس دول. المهم رحت قلت لها ايه لا يا ستي ده ولا ينفع محشي ولا ينفع اي حاجه. ده كبير قوي. راحت قالت لي ده زي الزبده يا زبده. خدي اقليه. قلت لها لا اقليه ايه عيالي مش متعودين على الابيض ده مقلي. قالت لي طب بس جرب. تاكل ازاي وما زي يا بنتي ده مقلي زي- زي بتنجان الاسود. يا بنتي هو بيتعمل كل حاجه زي الاسود. مش ده بتنجان تقليه تخلليه تعمليه مسقعه تحشيه. بس انا عشان عودتكم الابيض يبقى محشي بس هو انتوا مش حلو فاهمين. رهيب. على فكره انا حتى بس المشكله بقى راحت قالت لي ايه ما سالتنيش سعره كام. سلام. كام بقى اكيد لقطه عشان كده. يعني ايه يا بنتي. اصل هي الست غلبانه، يبقى اكيد لقطه عشان كده. قلت منك تنفعي ومنك تشيليهم. قولي بكام. بكام؟ انا بقول لها هي عماله تقول لي فبقول لها طب بكام ده. راحت قالت سرحت كده. قلت لها انت لسه بتفكري مش عارفه سعره. المهم راحت عاملاه ازاي ب5 جنيه. المهم ايه راح الواد ابنها قال لها بتنجان الا ب5. انا قلت هيزود يبقى فرصتي وامشي. راح قال لها ده ال3 ب10. مالكيش حجه. رحت قلت خد طب خد 3 ب10. يا بنت ما تحطيش خلاص الناحيه الثانيه بقى. بوزن. راحت عامله لي ازاي. مش كده عشان ماشي. راحت قالت لي خدي 2 كيلو ب5. قلت لها يا حزن الحزن طب انا هعمل بيه ايه ده. قالت لي ده زبده. ماشيه بقى شور عليكي انت سددتيها في وشي. مش سددتها يا ماما. عماله ابص للشنطه واقول يا ترى هعمل فيه ايه ده. كمان احنا لسه واكلين محشي. لما مش هعمله محشي ده ما ينفعش ما محشي. ينفعش فاهم. انا بحب المحشي لا كده انت صغنن. خليلي. لا مش عايزه اعمل مخلليه. ثم ان عندنا خلاص. هي هعمل لكم صينيه مسقعه. بص انا كده ايه عندي بتاعت بسارية مخليها جوه. الموضوع أزم قوي وعملت. انا هضرب البسارية اللي عندي في التلاجة. لا انا معاكي في اي حاجه يا حبيبتي هو كله يا بتنجان. ستي القشره اللي بره. طب ولا ده الابيض احلى. بكلم امي كده النهارده، والله عندي بكره كليه عايزه سندوتشات. تقول لي ايه؟ انا امبارح قايله لها ان انا المفروض بادئه ايه رجيم. دايت. تقول لي بكره الصبح اختك تجيب لك 3-4 رغيف يعمليهم جبنه رومي وموزاريلا مش عارفه ايه في انت ما جبتيش لانشو. جبت وفي الفرن كده. بعد قلت لها ماشي وقفلت مع بعض. امال لو مش بقدر 3-4 رغيفها ده انا عامله دايت. انت مش قلتش هاجي بالليل. عارفه يا أنا غلطانة يا اختي دي ولاد. ما حدش يقف لها. شيلي نقعد بقى شنطه البتنجان دي مفكر لها فكره بص كده. خططيها. اعملها لكم جاتوه.